شوف المؤامرة موجودة على تونس والجزائر. هل أن اللوبي اللي يقوده المغرب قاعد يأثر على قطاع التحكيم في القارة الإفريقية؟ والله شوف أنا ما أقول كلام إلا ما تبدأ عندي أنكيت وتبدأ عندي دي بروف ملموسين. أما أنا مانيش بهيم في نفس الوقت. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. عبد الباقي بن مسعود المحلل التونسي اللي ما عندوش مع المغاربة وما عندوش مع المغرب، كان تكلم عن المغرب مؤخرا، وهو من الناس اللي كيتبناو نظرية المؤامرة ضد الجزائر وتونس نعماس، وكيقول أن المغرب عنده لوبيات في الكاف وفي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كيتحكم في الكرة الإفريقية. المهم السيد دار البوز في المغرب، وبطبيعة الحال المغاربة غادي يردوا عليه وردوا عليه، وواحد منهم كان قال له روحوا تصوموا، هو ما عجبوش هذا الكلام ورد عليه في برنامج تونسي. وبصراحة السيد كيهضر بواحد الطريقة اللي فيها الكثير من التعالي والغرور، وغادي نشوفوا ردة الفعل ديالو كاملين. خليكم على المقطع. من اللي بدينا في سواعة كا وإذا بيه نطيح بواحد مروكي اسمه حسين مراكش، حاطط اسمه حسين مراكش، تحية الأهنة في المغرب 2054. سيد هذا في كل فيديو حاطط كومنتير يعاود فيه بصيغة مختلفة ولكنه نفس الكومنتير. شو يقول في احنا نحكيو على الكورة ولا؟ طبعا لا نحكيو على دين ولا نحكيو على شيء، نحكيو في الكورة، كورة دخلت كورة خرجت، فوزي لقجع، وديع الجاري، هاني بوريدة، نحكيو في هذا. طبعا هو ايش يحط لك؟ روحوا صوموا رمضان. مش تعلمنا نصوموا رمضان؟ معناها ما تعملنا في دروس في الدين يا ولدي، احنا بلاد جامعة الزيتونة، أول منارة علمية دينية في التاريخ الأمة العربية الإسلامية اللي كانت تجيها الناس من مشارق الأرض ومغاربها ليتعلموا الدين. احنا راهو حتى جامع القرويين أقدم الجوامع المغربية في فاس، حجر أساس هذا الجامع وضعته فاطمة بنت محمد الفهري القيرواني تونسية، جاءت لتدعم قيام الدين الإسلامي في بلدنا الشقيق المغرب، واختها مريم بنت جامع آخر في الأندلس. ما بكش انت باش تعلمنا الدين راه. ثم انت اخي شريك مع المولى في باش تحاسب العباد تصوم ولا ما تصومش، دخلك فيه الموضوع هذا انت. ثم تحب نقول لك شكون اللي اباح صيام رمضان وقال انه افطار انه صيام رمضان غير واجب، والذي فسر الآية 183 و 84 من سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، اللي فسر الآية هذه وقال هذه الآية لا تفرض الصيام هو الباحث الذي أحترمه شخصيا والعالم رشيد أيلان المغربي، اللي هو كتبه تتباع في تونس، ربما ما تباعش في المغرب، ربما ممنوعة، مع عندنا في تونس كان ما عندكش يا سيد حسين نبعث لك. هو اللي قال لنا راهو رمضان ماهوش واجب، ماهوش فرض، وأنا أحترم رأيه، هو باحث يتدبر في القرآن، قد أختلف معه ولكن ديما نحترم العلماء. أما هو قال لنا، هو من المغرب قال لنا راهو افطر رمضان، راهو رمضان مش فرض. ايش نعملوا تو خويا؟ هذا الجهل نتاع السحسين في مستوى المضمون للمعطيات التاريخية ما قلقنيش برشا. تعرف شنو اللي قلقني؟ اللي قلقني أنه هو ظاهر على سيادته يصوم في رمضان، معناه يصوم رمضان كل يوم في اليومية ينحي ورقة مكتوب فيها رمضان هكا، ولا يغزر كلمة رمضان مكتوبة قدامه، يجي يكتب لي في الكومنتير رمضان بالألف، الضاء بالألف تشال. قلت بالك شي سهو أنا حنثبت في الكومنتيرات الآخرين. جاهل في رجعت لقيتها تشال في كل الكومنتيرات، حاطط عصا فوق الضاء هكا وفرحان بها ويقول لي صومت رمضان. هو ينشر في الجهل حتى في الكتيبة حتى في النسخ. شوف أنا مش نعطيك 48 ساعة سي حسين باش تعاود تدور على الكومنتيرات الكل وتنحي هيك العصا باش ما تبثش الجهل. عقوبة. اما كاينش تو نجيبها انا نحيها انا ونجيك المراكش غادي نمسك بها على جنابك وعلى يديك حتى تتعلم تكتب الكتابة الصحيحة باش ما توصلش في نشر الجهل والشقاق بين الاخوة. انا اقول لك حاجة، احنا لا يهمنا من هم في السلطة، سلطة رياضية او سياسية، مغاربة توانسة جزائرية اليوم يغلط يقولوا له غلط مهما كان مقامه، لاننا احرار ولنا واثقون من ان الشعب المغربي اصلا زاد هو ايضا حر. الشعب المغربي الذي خرج بالملايين منددا بما يحصل في غزة ومنددا بالتطبيع، هذاك هو اللي يهمنا. أما رأيك أنت ورأي أسيادك من ذوي السلطة اللي دافع عليهم أنت لقجع واللي غيره ما يهمناش. احنا نقدنا وديع الجريء على أدائه في الجامعة وفي الفيفا، خلي من لقجع وخلي من هاني بوريدة، ونحن نتكلم على أداء ونحترم لقجع والكل مثل ما نحب ونحترم جاليتنا المغربية في تونس اللي هم أخواتنا وعايشين معنا في سلم وأمان
وكيما جريدنا التونسيه اللي عايشه في المغرب زاد نفس الشيء، وامثالها الحسين هذوما الجهله، انا قلت جهل ما حبيتش نقول مصدق، امثاله هو راهم ما يلزمونيش وما تلزمنيش مثل هذه الشعارات التي يرفعونها لبث الشقاق والتفرقه بين الاخوه. واضح. والسي عبد الباقي تبارك الله انت ما ساهلش، ولكن كلامك تدس السم في العسل. واضح ان عندك موقف ضد المغرب، وواضح انك ما عندكش مع المغاربه نهائيا، واخا حاولت تغطي بداك الكلام تاع خوتنا المغاربه الاحرار وهذه، ولكن لا ما فوتها لكش السي عبد الباقي. واضح ان عندك موقف ضد المغرب، واقول لها جينا نيشان وجي نيشان ما تراوغش. الجزائريين جوك نيشان، هذا برافو عليهم، انا هذا ما نقول برافو على الجزائريين، شي وحدين عندهم واحد الوجه تبارك الله كيجيك نيشان من التالي. لقد جاع ولا اسرائيل، واحد قال لهم قاع اسرائيل، قال لهم اسرائيل هي اللي تدخل في كاس افريقيا. الى هنا ينتهي الفيديو ديالنا. اللي عجبو هذا الفيديو ويعجبو المحتوى ديالنا يدير لايك، واللي اول مره يشوف هذا الوجه هذا يشترك بالقناه، خلي لنا شي تعليق زوين، والى اللقاء.